السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل حلويات كده بسيطة جدا وسريعة. انا معايا هنا بسكوت مطحون مع معلقة زبدة صفراء مع معلقة لبن فرمه كويس، ومعايا هنا القشطة اللي هي الحلاوة اللي انا كنت عاملاها في حلاوة المولد. هتلاقوا الفيديو بتاعها موجود على القناة. انا مقطعاها هي باقية عندي، فانا ما وزهقنا من اكلها كده يعني، فما بحبش ارمي حاجة بصراحة، بحب استغل كل حاجة. ومعايا هنا اشكال سيليكون. انا هاخد البسكوت ده هعمله هنا كده زي ما انتم شايفين، وهعمل في الجانب برضو. هضغط كويس علشان الشكل بتاعها يطلع معانا. كده ضغطة كويسة علشان شكلها يبقى باين معايا. وبعدين هحط هنا في النص كده القشطة، وبعدين هغطيها من فوق وهضغط كويس زي ما انتم شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده ده شكلها. وبعدين انا هكمل الاشكال كلها وهوريكم بعد كده. انا هحطها في الفرن لمدة 10 دقايق ربع ساعة، بحيث ان القشطة تسيح جواها والبسكوت يتماسك مع بعضه. بعد خلاص الاشكال وهوريكم ان شاء الله عامل ايه. دلوقتي انا خلصت الاشكال بتاعتي، انا عملتها اهو، وهوريكم شكل تاني اللي ما عندوش القوالب دي. انا هاخد شوية بسكوت كده وهفردهم على ايدي، وهحط في النص قطعة القشطة وهضمهم كده، وهكمل عليها بسكوت بحيث ان القشطة ما تبانش معايا. هحاول اضغط كده نستفيد تاني اهو. نضغط جامد زي ما احنا شايفين عشان تلموا مع بعضها. زي ما احنا شايفين كده، وهحطهم في الفرن على درجة حرارة متوسطة، وهطلعهم ان شاء الله وهقول لكم هنعمل ايه ان شاء الله فيهم. ده البسكوت بعد ما خرج من الفرن وهدي خالص طلعته، علشان لو طلعته وهو سخن مش هيبقى متماسك كده. وانا مسيحة هنا شوكولاتة، 3 مكعبات شوكولاتة على معلقتين كاكاو من الصغيرين دول، على معلقتين لبن برضو، على معلقة سكر،
ودوبتهم على النار. وبعدين هحط من فوق هنا كده هزينهم. التزيين ده على حسب رغبتك، يعني انتي وذوقك، وعلى حسب ما انتي حابة يبقى عامل ازاي. عايز شوكولاتة بيضة، شوكولاتة اللي هي السودا دي الغامقة، تمام. وده شكلها النهائي بعد ما زيناها بالشوكولاتة. وبألف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة. وشكرا ليكم.